السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا وصفة حلوة قوي هتخلصنا من برد الشتاء وهيطلع طعمها حلو قوي. هنعمل مع بعض البط بالبرتقال. هناخد في النهاية نتيجة حلوة قوي للبط، وهنتخلص من كل الدهون، وهناخد اللحمة بتاع البط صافية. اول حاجة معانا هنعمل محلول النقع، واحنا كنا قبل كده قلنا على طريقة عمل محلول النقع. بنحط سكر وملح وفلفل اسود حصى وحبهان وورق لورا في المية، بس انا النهاردة مزودة كمان قشر برتقان عشان البطة تاخد من طعم البرتقان، وهنسيبهم كده. انا هبيتها ليلة كاملة، والنهاردة تاني يوم هنبدأ نعمل التتبيلة بتاعتنا للبط. معانا نص كوباية من الزيت، ونص كوباية من عصير البرتقال، ده عصير برتقال فريش. ومعانا بشر البرتقال، احنا واخدين القشرة البرتقاني بس، مش واخدين البيضة اللي بتبقى تحتها. كمان احنا بشرين البرتقال بالناحية الضيقة في المبشرة. ومعانا البهارات بتاعتنا: معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة 7 بهارات، نص معلقة فلفل اسود، ومعانا دبس رمان، ومعانا صويا صوص. لو ما عندكيش دبس رمان استبدليه بعسل نحل. هنجيب طبق ونحط كل المكونات بتاعتنا على بعضها، وهنحط من دبس الرمان والصويا صوص مقدار معلقة كبيرة، اما بشر البرتقال مقدار معلقة صغيرة، لان احنا حاطين عصير برتقال فمش هنكتر من البشر. ودي معلقة كبيرة من الصويا صوص ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. وهنخلط المكونات كويس لغاية ما نحس ان الملح بتاعنا داب وملهوش اثر في الخليط، علشان لما نحطه على البطة تتشربه وتطعم من التوابل كلها. هنجيب البطة بتاعتنا وهنحط عليها التتبيلة بتاعتنا، وهنحطها في التلاجة، وكل شوية هنقلبها ونخليها شوية على ظهرها وشوية على الجزء اللي قدام. هنسيبها في التتبيلة كده لمدة ساعة كاملة في التلاجة. وبعد الساعة ده شكل البطة بتاعتنا بعد ما شربت من التتبيلة. بصوا متبلة وعاملة ازاي. هنحطها على جنب، وهنفضي الخليط اللي اتبقى من التتبيلة في الصينية في طبق صغير. وفي نفس الصينية اللي احنا كنا متبلين فيها البطة هنحط جزر وبصل مقطعينه كده، وهنحط معلقة صغيرة مليانة من فصوص الحبهان، وهنحط معاهم ورق لورا، كام ورقة كده، وهنحط كمان قشر البرتقال، وهنضيف عليهم مية مغلية. وكمية المية اللي احنا هنبقى محتاجينها هتبقى تقريبا واصلة لغاية نص الصينية. وهنجيب اي شبكة كده نثبتها على الصينية علشان نسوي البطة بتاعتنا على الشبكة اللي فوق الصينية. هنركن الصينية بتاعتنا على جنب، ونجيب البطة كده نحشيها. هنحشي البطة ببقية الجزر والبصل اللي احنا حطيناه في الصينية اللي هنسوي فيها البطة. وهنحط برتقانة كاملة، نحاول ندخلها في اول جزء في البطة، وهنثبت الاجنحة من الناحيتين بالخلة، وهنثبت الجزء اللي تحت ده على البرتقانة ونقفل عليه بالخلة كويس. وهنجيب الصينية بتاعتنا ونحط فوق الشبكة البطة بتاعتنا، وهنصب عليها بقية الصوص بتاع التتبيلة اللي كان في الصينية. هنغطي البطة كلها بصوص التتبيلة. دلوقتي بقى هنغطيها ونلف البطاية نفسها بورق زبدة ونحكمه على البطة،
وهنحط عليها ورق فويل، بس هنحط طبقتين على بعض عشان نكتم الحرارة، ونقفل الصينية بتاعتنا كويس. انا كنت شغلت البوتاجاز بتاعي من وانا بدأت اشتغل في البطة لما طلعتها من التلاجة، وعاملاها على درجة حرارة 200. هاخد الصينية بتاعتي واحطها اول نص ساعة على الصاج، وبعد النص ساعة هحطها على الرف الشبكة لمدة ساعتين. وخلاص البطة قربت تستوي معايا. هحط كده في طبق معلقة كبيرة من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، وممكن نستبدله بعسل النحل، وده هيبقى صوص معانا بندهن بيه البطة لغاية ما تتحمر معانا وتاخد لون في الفرن. هنخلطه ونخليه على جنب لغاية ما البطة تستوي. كده البطة بتاعتنا استوت. هنجيب بقى الخليط بتاع زيت الزيتون ودبس الرمان وندهن البطة من كل الجهات. وهاخد الصينية بتاعتي احطها تحت الشواية علشان تاخد لون من الناحيتين. ودي كده البطة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. هنقطعها ونحطها في طبق التقديم. وكده بعد ما قطعناها بصوا اللحمة بتاع البط طرية جدا. يعني هتاكلي بط وانت مطمنة من نسبة الدهون اللي موجودة فيه، ومش هتبقي قلقانة. كمان الجلد بتاع البط مقرمش من بره واللحم صافي من جوه، كمان علشان محلول النقع اللي احنا بيتناها فيه طول الليل خلى الانسجة بتاعتها طرية. وده كان فيديو النهاردة، وصفة النهاردة. ولو عجبتكم اتمنى تدوسوا لايك للفيديو، تعملوا شير عشان يوصل لاكتر من شخص، واتمنى انك تشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.